أهلا بيكم في ملخص دوري النيل مع مضمون الحكاية. ما تيجي نشوف بقى أحداث وتفاصيل الجولة السادسة في دوري النيل، والجولة دي هنسميها بجولة الصاعدين، وده لأن الثلاث فرق الصاعدين للدوري كلهم فازوا في ماتشاتهم. الجولة دي بدأت من استاد اسكندرية من صفارة حكم الساحة محمود البنا بين فريق سموحة والاتحاد، وانتهت بفوز الاتحاد 1-0، وسجل الهدف الوحيد للمباراة مابولولو. من استاد المقاولين العرب كانت مباراة سيراميكا وبيراميدز مع صفارة تحكيمية للكابتن أمين عمر، وقدر سيراميكا يفوز بنتيجة 2-0، سجل أهداف سيراميكا أحمد قندوسي ومحمد شكري. وفي استاد القاهرة الدولي مع حكم ساحة محمود ناجي كانت مباراة الزمالك وزد، وقدر فريق زد يعمل المفاجأة الأولى في الجولة ويفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، وسجل هدف الزمالك سيف الدين الجزيري، وأهداف زد مصطفى زيكو وديليسون كومباني. ومن استاد خالد بشارة كانت مباراة الجونة والداخلية، وده بقى كانت المفاجأة التانية في الجولة، واللي قدر فريق الجونة إن هو يقول فيها فريق زد مش أحسن مني. ومع صفارة تحكيمية للكابتن محمود الدسوقي انتهت المباراة ليعلن عن فوز فريق الجونة بنتيجة 2-0، سجل أهداف الجونة أحمد بالحاج وجابرييل شيكودي. وفي استاد المحلة مع الحكم مصطفى عثمان كانت المفاجأة الثالثة في مباراة بلدية المحلة وفاركو، فاز فيها فريق البلدية بنتيجة 3-2، وقدر يقول انه يستحق الصعود للدوري زي زد والجونة، وسجل أهداف البلدية حسام أشرف، إسلام مرزوق، فيفور أكيم، وأهداف فاركو سجلها شكري نجيب وأحمد شرف. ونرجع بقى لاستاد المقاولين العرب ومباراة الأهلي والمقاولين العرب مع صفارة تحكيمية لإبراهيم نور الدين اللي فاز فيها المارد الأحمر بنتيجة 2-1، وسجل أهداف الأهلي طاهر محمد طاهر ومحمد هاني، وهدف المقاولين العرب الوحيد سجله جوزيف أوشايا. وفي استاد القاهرة الدولي كانت مباراة فيوتشر وإنبي، فاز فيها إنبي بنتيجة 1-0، وسجل هدف المباراة الوحيد رفيق قبو سيد شعبان، وكانت الصفارة التحكيمية للكابتن السيد شعبان. ونروح على الإسماعيلية، وكانت مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش مع صفارة للكابتن محمد معروف، فاز فيها طلائع الجيش بنتيجة 3-2، سجل أهداف طلائع الجيش جوديون تشيكا وعبد الرحمن تشيكا ومحمد هاني، وأهداف الإسماعيلي سجلها باسم مرسي وعماد حمدي. وفي نهاية الجولة كانت من استاد برج العرب ومباراة المصري والبنك الأهلي، واللي فاز فيها البنك الأهلي بنتيجة 4-0، وسجل أهداف المباراة للبنك الأهلي أسامة فيصل 3 أهداف وكريم بامبو هدف. لو عجبك الملخص ما تنساش تضغط لايك وتعمل فولو عشان تشوف كل ما هو جديد.